اللي بيحصل في الفاشر دلوقتي هو اختراق علني لكل القوانين الدولية والإنسانية. اللي بيحصل في الفاشر دلوقتي هو إبادة جماعية وتجويع وتطهير عرقي. الفاشر مش بتحاصر بقالها يوم أو يومين، دي بقالها شهور كتير تحت التجويع اللي مات بسببه أطفال وكبار. الفاشر مدينة كبيرة ومهمة جدا في السودان وبيسكنها عدد مهول من البشر. العدد ده كله اتحكم عليه بالحبس جوه المدينة دي وممنوع الخروج منها وممنوع دخول أي نوع من أنواع المساعدات ليها، لدرجة ان في فيديو انتشر للدعم السريع وهم بيعدموا 4 حاولوا يدخلوا دقيق المدينة. المساعدات اللي هي الاكل والشرب والمستلزمات الطبية اللي العالم كله كان منتفض عشان يدخلها غزة. اهل الفاشر اتمنع عنهم المساعدات اكتر من 2 سنين، ولما خلص اكلهم اكلوا اعلاف الحيوانات، ولما خلص اعلاف الحيوانات اللي عندهم اكلوا الحيوانات نفسها ووصلوا لجلود الحيوانات، وما عادش قدامهم دلوقتي غير انتقام اللي ما فيش في قلوبهم رحمة او الموت. واهل المدينة بيتعرضوا دلوقتي للتعذيب بأشد أنواعه من حيوانات بشرية قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة بالمعنى الحرفي. دلوقتي الدعم السريع اللي هم مسلمين برضو دخلوا المدينة في اجتياح بري ما يقلش عن الاحتلال في أي شيء. أهل الفاشر عشان رفضوا يسيبوا أرضهم اتحكم عليهم بالموت فيها من اللي طمعانين في خيرها ومواردها. أهل الفاشر من حقهم يعيشوا بحرية ويتخلصوا من أنياب الذئاب العربية معدومة الضمير والإنسانية. أهل الفاشر بيعانوا من الجوع والامراض وسوء التغذيه وسوء الخدمه الطبيه وجميع مقومات الحياه. اتكلموا عن السودان وانتفضوا من اجل السودان وانقلوا صوتهم لكل مكان، لانهم بني ادمين زيهم زينا ومن حقهم يعيشوا. اللي بيحصل لهم ده بيحصل لهم من 2 سنين، واللي خلانا نعرف عنهم متاخر ان صوتهم كان مكتوم عبدا وقمعا. فما تبخلوش على اي قضيه انسانيه بالوصول للعالم اجمع عشان كل مجرم يقف عند حده مهما كانت قوته. منشنوا لحقوق المراه اللي بتغتصب من قوات الدعم السريع ليل ونهار وبكل الطرق وبأبشع الطرق، ولو أتيحت ليهم المية بتبقى مية ملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي. لكم أن تتخيلوا أن ال10 مليون نازح ومشرد دول بيمتلكوا موارد وأراضي ومناجم ذهب وعقارات وغيره كتير من الخير اللي بتحتويه أرض السودان، ولكن الخير ده في ناس تانية طمعت فيه فحبت تنهبه وتسيطر عليه على حساب حياة 10 مليون سوداني. مسلمين وموحدين بالله زيهم شايفين انهم ما يستاهلوش الحياة وأسفات. اهل السودان بيعيشوا نفس اللي عاشوا اهل غزة وبيتكتم صوتهم وبيتقطع عنهم الانترنت وبيتقتل الصحفي اللي فيهم عشان طبعا صوتهم يفضل مكتوم، عشان اللي بيسرق وينهب في خير ارضهم محدش يزعجهم ومحدش يتكلم عليه. اتكلموا عن السودان لانهم بني ادمين زينا بالظبط ومن حقهم يعيشوا في ملكهم اللي ربنا وهبه ليه. ارفضوا ابادة اهل السودان زي ما رفضتوا ابادة اهل غزة. اتحركوا من اجل السودان زي ما اتحركتوا من اجل غزة. انقذوا السودان زي ما انقذتوا غزة. ادعموا الفيديو ده عشان ممكن جدا يحاولوا يكتموا صوته هو كمان. فولو ولايك وشير وادعوا لاهل السودان وكرروا الهاشتاجات اللي هسيبها في اول كومنت كتير جدا في الكومنتات. منشنوا لحقوق الانسان اللي بيتعذب بكل الطرق من قوات الدعم السريع ليل ونهار. منشنوا كل العالم اللي كان منتفض من اجل جوع اهل غزه، دلوقتي بقت غزه والسودان مش بس غزه. وصل الفيديو ده لكل مكان عشان اي فيديو بيحاول ينقل صوت اهل السودان او اهل غزه بيحاولوا يكتموه. اعملوا فولو ولايك وشير وصلوا